ما اعرفش ازاي ما جربتش الوصفة دي من زمان. عندك كده منجايتين حلوين ولتر من الحليب، تعالي نعمل مع بعض وصفة هترطب على قلبك يا ست الكل، هتخلي قلبك كده ينتعش في الحر اللي احنا فيه ده. ما شاء الله، اسهل حاجة تعمليها علشان ترطب علينا حر الصيف، هتنسيك الايس كريم من حلاوتها. يلا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض بمكونات بسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم جدا جدا في الله. حطوا اللايك يلا بسرعة وتعالوا نبدأ ونقول بسم الله. في الأول كده معايا 4 حبات من المانجا، وهنا مش شرط خالص العدد أو الكمية، اعملي الكمية اللي تناسبك أو اللي تريحك أو المتاحة عندك. المانجا اللي أنا بستخدمها دايما مانجا اسمها صديقة، بيكون طعمها مميز قوي في الحلويات. حطيت بقى المانجا كده في الخلاط، حطيت عليها سكر وحسب الرغبة طبعا، حطيت كمان نص كوباية من السكر، وبرضو السكر حسب الرغبة. الوصفة دي على مزاجك، يعني حطي سكر اللي يناسبك وحطي كمان المية اللي تناسبك، براحتك خالص، ما فيهاش مقياس يعني. لو عاوزاها تكون خفيفة وتكون طعم المانجا مش قوي قوي، ممكن تعمليها بمانجاية واحدة وتزودي الباقي مية عادي. انا هنا بقى صفيتها علشان لو فيها اي شعيرات، حطيت عليها باكو من الجيلي المانجا، معلقتين كبار من الجيلاتين، هقلبهم كده على البارد الاول وبعدين هرفعهم على النار، يا دوب بس تاخد غلوة. انا مش محتاجة ان هي تغلي كتير ولا اي حاجة خالص، يا دوب تغلي بس كده اول غلوة وخلاص اطفي عليها على طول. في الوقت بقى اللي بتكون بتغلي فيه، بتكوني محضرة كده قالب أو صينية تكون مدهونة دهنة بسيطة قوي بالزيت، وانزلي بقى بالخليط بتاعك ويلا على التلاجة على طول تبرد. على بقى ما تبرد هنجيب بقى 3 كوبايات من الحليب، وزي ما اتفقنا على حسب الكمية، يعني لو هتعملي قالب صغير مش هتحتاجي كل الكمية دي. 3 كوبايات من الحليب حطي عليهم سكر على حسب مزاجك، وعليهم 3 معالق كبار من الجيلاتين. لكل كوباية لبن هتحطي عليها معلقة من الجيلاتين. حطيت كمان بقى كيسين من الفانيليا وهدوب على البارد، وبعدين بقى هاخد كده الحلة الحلوة دي وارفعها على النار، برضو نفس الموضوع، يا دوب بس تغلي غلوتين وعلى طول سيبيها بقى تبرد شوية. على بقى ما تبرد بنقطع بقى المانجا بتاعتنا، ويا نهار ابيض على ريحة المانجا وطعم المانجا. عاوزة اقول لكم بقى بعد ما تبرد معانا خالص لازم نحطها على المانجا، ما ينفعش تحطيها وهي سخنة. جبت القالب بتاعي القمر ده بتاع نيو كلاين، شايفين القالب وجماله ولونه وحلاوته، حطيت فيه قطع المانجا كده، وتقدري تعملي الوصفة دي بأي نوع فاكهة على فكرة، مش شرط مانجا بس. وبعدين بقى هنزل عليه بالخليط، الخليط اللي عملناه لازم نصبه وهو بارد تماما، لو صبتيه وهو سخن هيسيح الجيلي وهتبقى مهلبية يا فوزية. بصوا بقى الجمال والحلاوة، هدخله بقى التلاجة وهنشوفه مع بعض بعد ما يبرد على طول. ما شاء الله اللهم بارك، شكله يا جماعة يجنن. بصوا بقى، وهنا بقى كانت اللحظة الحاسمة زي ما بيقولوا، كانت الخناقة. العيال كانوا واقفين ورا الكاميرا هما وباباهم، ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف شكلها. بصوا مستحيل تلزق طبعا، ده قالب نيو كلاين مش اي قالب. بصوا الجمال والشياكة والقمر، حلوة قوي بجد. وعلشان اوفر عليكم الاسئله وتقولوا لي القالب منين، القالب يا جماعه نيو كلاين من شركه برايت هاوس، وريت لكم قبل كده فيديوهات كتير، تقدري تستخدميه سخن وبارد، هو جرانيت وما شاء الله خامته حلوه قوي وتقيل، ومستحيل ابدا الحاجه تلزق فيه. عندي منه النوع ده او الشكل ده، وعندي كمان الشكل ده حلو قوي. بصوا الالوان يا جماعه، الالوان تحفه. وعندي كمان القوالب الصغنونه دي ممكن برضو تستخدميها في الكريم كراميل، وكمان في تقديم الحلويات وفي تقديم الرز والخضار وكل حاجه ما شاء الله. في منهم الوان كتير واشكال كتير، لو عاوزين تطلبوهم هسيب لكم التفاصيل تحت الفيديو ان شاء الله. يلا بينا بقى نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق، بك ادفع ما لا اطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.